السلام عليكم. هذا الفيديو الثالث لينا في القناة ديالنا كود فصيل. غادي نحاولوا قلنا نتطرقوا في هذا الدروس ديال الكود. الدرس هذا غادي نطلقوا فيه الاضواء بصفه عامه ديال التموير. غادي يكون هذا هو الفيديو قلنا الثالث لينا في القناه، غادي يكون هو اخر فيديو اللي حوار ديال الطريق. كنتمنى انكم تستوعبوا مزيان هادشي هذا اللي غادي نديرو في هذا الدرس هذا. حاولوا تركزوا معايا مزيان باش تفهموا، ومن بعد ندوزو السلاسل ديال هذا المحور هذا بصفه عامه باش نتهناو على هذه القضيه هذه ديال البلايك وديال الضوء بصفه عامه. يعني غادي نحاولوا المحور هذا ديال الطريق غادي نشدوا فيه الضوء بالاسئله ديالو واللايك باش هكا خليكم سدينا هذا المحضر هذا. نبداو على بركه الله. درس النظر لاضواء السياره. هذا الدرس هذا غادي نتطرقوا فيه لنا الاضواء ديال السياره. تختلف السياقه ليلا عن السياقه اثناء النهار، كما يزيد احتمال وقوع حوادث بالليل تكون الخطوره اكبر. لهذا من الضروري اعتماد السياقه خاصه خلال الليل مع استخدام سليم لاضواء المركب. بالنسبه لهذه هي السياره ديالنا، تعمدت ناخذ هذا المثال هذا ديال الطاسيه باش نكونوا فاهمين. الطوموبيل اللي كنشوفوها عامه، اول حاجه غادي نهضروا عليها هي البالي ديال اللور، وهنا البالي ديال القدام. هادو هما الرموز ديال الضوء اللي عندنا عامة. كاين الضوء ديال المشارية، كاين ضوء الوضع اللي هو هذا، ضوء الوضع اللي تنسميوه حنايا الفيوس، ضوء التقابل اللي هو هذا، ضوء الطريق اللي هو هذا، ضوء الضبابة الأمامية، ضوء الضبابة الخلفية. يعني حنا دابا في هاد الحالة هادي غادي نعتبروا أننا ديمارينا الطوموبيل، يعني ديمارينا الطوموبيل وبغينا نشعلو ضوء الوضع. أول حاجة هي هاكا. شنو كيطلع لنا في الطابلو؟ كيطلع لنا هاد الرمز هذا. هاد الرمز هذا دليل على أننا عندنا ضوء الوضع. ضوء الوضع شنو كيجيبو؟ كيشعلوا ليا ضوء ديال اللور الاحمرين، يعني كيشعلوا بجوج. لاحظوا معايا هنا كيشعلوا بجوج، كيشعلوا لنا واحد الضوء خفيف. تعمد اننا نديرو بهاد الصيغه هادي، وتدور بالي لا طفيناه هما طفاو وهما شعلوا. هنايا تعمد انني نديرو بهاد الشكل هذا خفيف. تابعوا معايا ركزوا مزيان الله يجازيكم بخير. بالنسبه لهاد الضوء هذا راه مثال، يعني بالنسبه للضوء الفيوز الداسيه كيكون بوله كبيره حتى تكون خفيفه. حنايا باش نمثلوا هذاك المثال ديال الخفيف درنا بحال هكا. كل طوموبيل كيفاش كيكون فيها. اللي خصكم تشدوا نتوما هو ان الضوء الفيوز او لا الوضع كيكون واحد الضوء اللي هو خفيف، فهم؟ يعني كيكون لقدام خفيف. والحاجه الاخرى اللي خصكم تشدوا معايا هي انه كيشعل لنا البالي ديال اللور، فهم؟ يعني كيشعلوا بحال هكا. ضوء الوضع ملي تنشعلو كيشعل ليا البالي ديال اللور، كيشعل ليا واحد الضوء خفيف لقدام ما كيبين ليا والو. هنايا قال لك اسيدي جهاز كل مركبه بمحرك بالجهه الاماميه بضوء الوضع اللي هو الفيوس، ينبعث منه ضوء أبيض نحو الأمام مرئي في الليل كيتشاف. يعني الخدمة ديال الضوء الوضع هي كنتشافو به ماشي كنشوفو به، فهمنا؟ إذا كان الطقس صافي كيقدر بنادم يشوفنا على بعد 150 متر، يعني هو بعيد لنا 150 متر وكتبان ليه الطوموبيل ديالي راه غادي ولا راه واقف بصفة عامة. يعني كتبان ليه الطوموبيل ديالي بلا ميتانا بلا حتى لعبة. هذا هو الدور ديال هاد الضوء الوضع، يعني كنتشابهو بهم ماشي كنشوفو بهم. في الليل يمكن ليا نخدمهم في الليل تجمعات عمرانية يعني داخل المدينة. إلا كانت مضوية نقدر نمشي بالفيوسي بحال هكا، نقدر نمشي بها، فهمنا؟ يعني حالات كانت الإضاءة كافية، يعني داخل المدينة مضوية يمكن ليا نمشي بهم بحال هكا. نشعل الفيوزات تبان البولا ديال اللور، يبان البولا ديال القدام، منحتاجش أنا الطوموبيل طوي ليا الضو كاين أصلا. في هاد الحالة هادي يمكن ليا نمشي بالفيوز بوحدو، منحتاجش أنا ندير لا كود لا والو. والله في النهار في التجمعات العمرانية فقط بطبيعة الحال بحال هاد الضبابة أولا الأمطار أولا سقوط الثلج، يعني كان الجو في شكل ماشي هو هذاك وأنا داخل المدينة، فراه يمكن ليا نكتفي بضوء الوضع. ضوء الوضع بوحدو يمكن ليا نشعلو، يمكن ليا نمشي بالفيوزات أولا نقدر نزيد معاه حتى التقابل. دابا تنهضروا على الفيوز. ضوء الوضع شنو الخلاصه ديال ضوء الوضع؟ ضوء الوضع الرمز ديالو هو هذا اللي تيشعل ليا في وسط الطابلو. الضوء هذا كيشعل ليا واحد البالي قدام خفاف اللي كيتشافوا على بعد 150 متر. يمكن ليا نمشي به انا داخل المدينه الا كانت مضويه، ويمكن ليا نمشي به داخل المدينه بالنهار اذا كانت الشتا ولا الضبابه ولا الثلج. يعني هو الاصل ديالو الخدمه ديالو هو تكون الرؤيه واضحه. هذا نقدر نديرو في واحد الحاله اخرى. شنو هي الحاله الاخرى اللي يمكن نديرو فيها؟ هي الا كنت بغيت نتوقف خارج المدينه، لكن بغيت نتوقف خارج المدينه والرؤيه ما واضحاش، يعني انا بالليل اولا في الشتاء ولا الضبابه ولا اي حاجه. في هذه الحاله هذه كيكون واجب عليا انني نخليه شاعل. يعني هو راه عنده جوج سميات سلاسل، عنده سميه ديال اضواء الوضع واضواء التوقف. منين جابت اضواء التوقف؟ جابها انطلاقا من القضيه هذه، حيت هو تيكون واجب عليا نخدمو في حالات كنت بغيت نوقف خصوصا خارج المدينه. خارج المدينه واجب عليا نديرو. اما ملي تكون داخل المدينه تيكون اختياري، بغيت نديرو بغيت نطفيه ماشي مشكل، جوجهم صح. فهمنا؟ يعني خلاصة القول
ضوء الوضع هو واحد الضوء خفيف يتشاف على بعد 150 متر. السميه المتداوله ديالو هي الفيوزات. يمكن لنا نخدمو داخل المدينه مضويه، فهمنا، بشرط انها تكون مضويه، يعني ما نحتاجش انايا الضوء ديال الطوموبيل باش نشوف الطريق. نقدر نخدمو بالنهار اللي كانت الشتا ولا الضبابه اولا الثلج، نكتفي به هو. ويمكن ليا نديرو في حاله التوقف داخل المدينه الا بغيت نشعلو في حاله التوقف، اولا خارج المدينه كيكون واجب عليا نشعلو في حاله الرؤيه كانت غير واضحه، يعني سواء بالشتا الضبابه الثلج اولا الليل. الرؤيه بصفه عامه غير واضحه، راه تيكون واجب عليا نخلي اضواء الوضع الا كنت خارج المدينه. دابا غادي نمشيو نحاولوا نشعلوا ضوء التقابل. ضوء التقابل الا غصتو البال بحال هكا كيشعل التواب الاخضر، كيتزاد على ضوء الوضع. يعني في الحاله هادي كيبقاو شاعلين بجوج. داكشي علاش كاينين بعض الاسبله يجيو كيحطوا ليا في الاختيارات مثلا يمكن ليا نمشي بضوء الوضع التقابل او الطريق، ولكن نمشي كندير الوضع والتقابل واخا انا عارف بلي راه هذيك الحاله يمكن لياش نمشي بالوضع بوحدو، ولكن كنديرو. علاش؟ حيت هنا كيطلعوا ليا بجوج. الطابلو راه كيكون خدام الوضع، يعني انا نزيد ندير الوضع والتقابل فراه هنا كنقصد بهم بجوجهم خصهم يكونوا شاعلين، بجوجهم كيكونوا شاعلين. ولكن الا جاو قالوا لي الوضع بوحدو فهاد الحاله ما كنديرهاش. علاش؟ حيت الا قلت لهم الوضع بوحدو يعني بلي راه يمكن ليا نمشي غير هكا، يعني بلي راه يمكن ليا نمشي بحال هكا بلا ما نشعل التقابل. الحاله هادي غلط، يعني ضروري خصني نزيد معاه التقابل. ضوء التقابل اللي هو كنسميوه الكود. لاحظوا معايا بلي في هاد الحاله هادي ملي تنشعلو شنو كيتزاد ليا في القدام. بالنسبه للور ما كيتزاد والو، ما كيتغير والو، كيبقى البوضه هي يعني كتبقى شاعله، كتجهد ما والو. كل مركبه بمحرك عندها واحد الضوء اماميه كتسمى التقابل. ضوء التقابل شنو هو الدور ديالها؟ الدور ديالها هو انها كتبين لي الطريق فواحد المسافه اللي كافيه، واحد المسافه اللي هي شحال، اللي هي 30 متر. يعني كتضوي لي 30 متر دون ابغاء باقي السائقين. يعني هي ما كتعميش. الا رديتو البال في الرمز هنايا ماشي عادي، الضوء ديالها كضربه لتحت، داكشي علاش ما كتعميش، كتشوف هي لتحت ما كتشوفش قدام. يعني في هاد الحاله هادي شنو هو الدور ديالها؟ قلنا هي كتضوي لي الطريق المسافه ديال 30 متر. وانت كنشعلها في جميع حالات السير. يعني الشرط ديالها هي تكون الطريق، هي تكون الطوموبيل غاديه ما واقفاش. الا فاتح توقفات الطوموبيل ما بقاش عندي الحق في التقابل. ضروري خصني الا بغيت نخلي كاع شي ضوء نخلي الوضع بوحدو، ما نشعلش مع شي ضوء اخر. ولا في حالات كان الطوموبيل غاديه كنمشي بحال هكا. يعني الضوء التقابل يخدم في جميع حالات السير، يعني سواء داخل المدينه سواء خارج المدينه. تكون اجباري عليا نخدمو في النفق. يعني في النفق ممنوع عليا نخدم شي ضوء اخر من غير التقابل. فهم، يعني ضروري كنمشي بالتقابل. الضوء التقابل هذا كيخدم تقلبات الطقس، كيخدم داخل المدينه، كيخدم خارج المدينه الا كان الطريق عامر. اما في حالة الا كان الطريق خاويه فراه كيكون اجباري عليا نشعل ضوء الطريق. ضوء الطريق اللي هو هذا كنلاحظوا بلا الضوء ديالو كيضرب فاص. الا رديتو البال الفرق ما بينه وبين ضوء التقابل عندما نشوف ضوء التقابل ضوء الطريق اشتكيتي عمي تيبان الضوء ديالو بلي راه مجهد. لاحظوا معايا ديما الضوء ديال اللور هنايا ما كيتبدلوش، كيبقاو هما هما. الا لاحظتوا دابا السبب اللي ما تيخليناش اننا نجمعوا ما بين الوضع والطريق في سؤال واحد، ولا التقابل والطريق. الطريق تيما كيجي بوحده. فاش كنشعل الطريق فراه كيشعل بوحده، ما كيشعلش مع شي ضوء اخر، يعني كيكون بوحدو كافي. الضوء الطريق هذا انت تيكون واجب عليا نخدم، كيكون واجب عليا نخدمو في حالات كنت خارج المدينه. يجب على كل مركبه بمحرك أن تكون مجهزة في الجهة الأمامية بضوئين أو أربعة. في الأمام الضوء ديال الطريق. الضوء هذا كيسمح بالإنارة ديال الطريق بشكل فعال في الليل خلال الطقس الصافي. يعني تنخدمو هنايا جميع الحالات من غير تقلبات الطقس. كيضوي ليا على مسافة ما كتقلش على 100 متر. يعني لم تكن خارج المدينة الشروط ديالو تكون خارج المدينة الطريق تكون خاوية، يعني ما قدامي حتى شي واحد عاد كنقدر نشعلو. علاش؟ حيت هو كي تنقولو تكون مجهد. يعني كان قدامي شي واحد راه كنعميه. يعني شنو انا مثلا غادي في الطريق خارج المدينه الطريق خاويه، ينفو كيبان ليا شي واحد جاني اولا كيجي شي واحد تيضربني تيجي قدامي، كنحول لضوء التقابل باش يولي الضوء ديالي كيضرب لتحت ما كيعميش. يعني كان الطريق خاويه كنمشي هكا، يعني بضوء الطريق. كان الطريق عامره كنحول لضوء التقابل. فهمنا؟ الضوء التقابل قلنا راه كنخدموه في جميع حالات السير. هنايا كنخدموه ضوء الطريق كنخدموه في حالات كنا خارج المدينه بالليل. يعني خارج المدينه بالليل كنمشيو بضوء الطريق. الضوء هذا قلنا كيضوي على 100 متر، أقل حاجة 100 متر. شنو هو ضوء الطريق؟ السمية ديالو هو الفار. وداك الضوء اللي تيكون مجهد راه كي قلنا نتوما شفتو معايا هنايا. هذا التقابل اللي هو الكود، وهذا الطريق اللي هو الفار. هذا هو الفرق بيناتهم. باش نحاولوا ندوزو نشوفوا الفرق بيناتهم في الضوء، يعني شنو كيقصدوا ليا بهاد 30 متر. ندوزو لهاد المحاكاة هذا غادي يحاول يبين لنا الفرق بيناتهم. هذا هو ضوء الطريق.
المسافة اللي كيضوي لنا هي 30 متر، فهمت، يعني كيضوي ليا 30 متر قدام. دابا إلا بغينا نشعلو الفار، شوف الفار شحال ديال الفرق، ضوى ليا الطريق كاملة تقريبا. هذا هي مثال حاولت نديرو باش يفهمو الناس اللي كيشوفو ديك 100 متر و30 متر شنو كنقصدو به، هادشي اللي كنقصدو به. إلا رديتو البال هذا هو التقابل، شتي شحال ضوى لينا، هذا هو الفار. عنكود رديتو البال الطورة ضرب لتحت، ها الفار، هذا هو الفرق بيناتهم. داكشي علاش فاش يكون قدامي شي واحد كنطفي الفار. هنا غادي نرجعو دابا حنا تعرفنا على 3 ديال الضوء الرئيسية اللي هما نبداو بالفيوز، الفيوزات اللي تيكونو خفاف، وردو البال مع الضوء ديال اللور كيشعل مع الفيوز كيبقى هو، كندوز للتقابل اللي هو الكود، كندوز للفار كيبقاو الضوء هما هما. دابا هنا بغينا ندوزو للضوء ديال الضبابة، الضوء ديال الضبابة الأمامية مثلا، أنايا أنا شعلتهم مع الفار، مع ضوء الفار. شوف أنا مثلا غادي خارج المدينة الطريق مضيقة فغادي راجع، بحال غادي نبقى غادي بهاد الضوء هذا باش نتقابل مع شي واحد، شنو هو الدور ديال هاد الضبابة ديال الضوء الضبابة، هما يبينو ليا العرض ديال الطوموبيل ديالي، تفهمنا، يعني كيبانو هما بحال شي نقيطات، هما جوج نقيطات كيبينو ليا العرض ديال الطوموبيل ديالي، باش هكا إلا كنت نتقابل مع شي واحد ما يجرني ما نجرو، نكونو عارفين عبار ديال العربات بيناتنا. أنايا يعني شعلتو مع الكود، تفهمنا، غادي بضوء الكود اللي هو التقابل، وشعلت معاه ضوء الضبابة الأمامية. مفهوم؟ قلنا ضوء الضبابة الأمامية شنو هو الدور ديالها، هما يبينو ليا العرض الطوموبيل ديالي. ردو معايا على بال واحد القضية اللي هي أن ضوء الضبابة الأمامية ماشي ضروري على المركبات يكونو فيها، ماشي كاع الطوموبيلات راه فيهم ضوء الضبابة الأمامية، لا، كاينين طوموبيلات اللي ما فيهمش، حيتاش هما ماشي إجباريين. كاين هما اللي إجباريين، هما ضوء الضبابة الخلفية هما اللي تيكونو إجباريين، أما ديال الأمامية ماشي إجباريين. هاد ضوء الضبابة الأمامية أنت يمكن ليا نخدمهم مفيهمش هما إشكال، فهمتيني، بشرط ما يكونوش تيعميو، مادام هما لتحت وخفاف الضوء ديالهم خفيف راه يمكن ليهم يبقاو شاعلين أصلا، يمكن ليهم ميكونوش كاع، ماشي مشكل، ولكن إمتى تيكون واجب عليا نشعلهم، إلا كانوا عندي كيكونوا واجب عليا نشعلهم في تقلبات الطقس، يعني سوا الثلج سوا الضبابة سوا الشتا، تفهمنا، يعني يمكن ليا نشعلهم في الثلج الضبابة الشتا، تقلبات الطقس بصفة عامة يمكن ليا نخدم فيهم ضوء الضبابة الأمامية. بحال ما كانوش تيعميو يعني كاين اللي تيحيدوهم تيبدلوهم ضوء اللي تيكون فيها سكور، يعني تيتسمى فيها سكور، تيكون الضوء ديالهم مجهد، بحال الحالة هادي كيطبق عليهم نفس القاعدة اللي كتطبق على ضوء الطريق، يعني ممنوع عليك تخدمو إلا كان قدامك شي واحد غتخدمو غير في حالة كنتي خارج المدينة بوحدها، هذا هو البلان ديالهم، يعني كنا كيجيو لتحت بحال هاكا. دابا ملي نشعلو ضوء الضبابة الخلفية، ردوا البال مزيان مع ضوء الضبابة الخلفية، راه غادي نهضر لكم عليهم شوية. ضوء الضبابة الخلفية إلا رديتو البال هنايا شتي اش وقع، تجهدو الجناب ديال الضوء الأحمرين، شتيهم الضوء الأحمرين ديال اللور، تجهدو ما تجهدوش كاملين، حيتاش هادو اللي تيكونو هنايا ديال الفران، تجهدو غير هنا، هادو هما ضوء الضبابة ديال اللور، يعني كيبين لنا الحاشية ديال الطوموبيل، هذا هو الدور ديالو. البلان اللي خصنا نردو ليه البال هو ماشي كاع الطوموبيلات كيكونو فيهم ضوء الضبابة ديال اللور بحال هاكا، يعني بجوج تيكونو جوايه بجوج، لا، كاين اللي تيكون فيهم غير في الجهة اليسرية بوحدها، واليمنية كتكون اختها ولكن في البيض كتكون ديال المشاريع، فهمنا، يعني بحال هاد المثال هذا ديال التسياق راه هنا معزول المشاريع هما هادو بيضين، وضوء الضبابة راه بجوجهم كاينين في البالي بجوج. كاين مثلا الطوموبيلة مثلا كليو كات كيكون فيها في الجهة اليسرية واحد الطبيلة صغيرة حمراء، هاديك هي ديال الضبابة الخلفية، واختها في الجهة اليمنية كتكون بيضاء، هاديك هي ديال المشاريع. يعني الحاجة اللي خصكم تفهموا هو أن ضوء الضبابة راه كل طوموبيل وفين تيجيو عندها، اللي خصكم تعرفوه هو أنه ضروري كيكونوا في الجهة اليسار بعدا، ضروري تلقى فيها البوله ديال الضبابة الخلفية. الحاجة الأخرى اللي خصكم تردوا لها البال هو أن ضوء الضبابة الخلفية كيجيو عاليين وكيبانو بحال الفران، بحال مورك على الفران، داكشي علاش كيكون ممنوع عليك تخدموهم في شي حالة من غير إلا كان الحالة ديال الضبابة أو لا الثلج، يعني إلا كان الثلج أو لا الضبابة هادو هما الحالات الوحيدة فين يمكن ليك تخدموهم. بطبيعة الحال الضبابة هما أصلا شنو سميتهم ضوء الضبابة، يعني كيخدمو في الضبابة بجوج، سوا الأمامية سوا الخلفية، غير هو الخلفية كيخدمو في الضبابة والثلج، أما الأمامية تقدر تخدمو في جميع تقلبات الطقس ما فيهمش مشكل، هو البلان ديالهم، يعني ضوء الضبابة الخلفية هما هادو، وكي قلت لكم راه ماشي ديما كيجيو في جوايه بجوج، وماشي ديما كيجيو بحال هكا، ماشي ديما تكون البولا ديالهم كاينة، بعض المرات تكون البولا ديالهم معزولة بوحدها،
كيكونوا في وسط البالي الحمرين. كل طوموبيل كيفاش. المهم الحاجة اللي خصكم تردوا لها البال هي أنه ضروري كتلقاهم اللور وفي اليسر. أما بالنسبة للضوء والضبابة الأمامية، والضبابة الأمامية راه ماشي ضروري يكونوا، يقدر يكونوا يقدر ما يكونوش. وكاينين طوموبيلات دروكا بحال مثلا البيجو 208 الجديدة، ردوا البال فيها واحد البوله بحال هكا هابطة، بحال شكل شي خيط أولا شي ناب بحال هكا هابط. هذاك راه فيها منها نعتبروه ضوء النهار اللي كيكونوا كيخدموا سوا بالليل سوا النهار، اون فوا تنظيم الطوموبيل كيشعلوا. ومن ثاني راه كتقدم ليا نفس الخدمة اللي كيقدموها ليا ضوء الضبابة الأمامية، اللي هي شنو؟ اللي هي كيبينوا ليا العرض ديال الطوموبيل ديالي. فهمنا؟ يعني كيبينوا لنا العرض ديال الطوموبيل ديالنا، هذه هي الخدمة الأساسية ديالهم. انطلاقا من هاد الضوء الضبابة هادو كنقدروا نحددوا العرضة اش تكون، واش كاميو، واش كار، واش طوموبيل، واش موطور، انطلاقا من هاد الضوء الضبابة الأمامية. فهمت؟ هاد القضية غادي تكونوا طلبتوا ليها البال مع الطوبيس. الطوبيس بعض المرات في الليل إلا لحتو عينيكم ما تقدرش تفرق بينه وبين كاميو ولا بينه وبين شي طوموبيل كبيرة. فهمتيني؟ باش تنفرقوا بيناتهم تنفرقوا بيناتهم دوك ضوء الضبابة تيكونوا الفوق. كاين عنده واحد ضوء الضبابة اخرين الفوق تيبينوا لنا حتى العلو ديالو. تيدخل من دوك جوج بيضات كتقدر تعرف بلي راه داك راه طوبيس ماشي شي طوموبيل كبيرة ولا كاميو. مفهوم؟ يعني ضوء الضبابة عامة كيبينوا لنا العرض، وفي الحالات ديال الحديد الكبير كيبينوا لنا حتى العلو. مفهوم؟ هذا هو الفرق بيناتهم. كنتمنى ان هذا الشرح هذا يكون وضح لكم الامر واستفدتم الرموز ديالهم. بالنسبه للضوء الضبابه الخلفيه راهم هادو كيجيو بالليموني، ضوء الضبابه الاماميه كيجيو بالخضر وكيكون عليهم واحد الخط كيرمز للضبابه كيشبهوا من ضوء التقابل، الرمز ديال ضوء التقابل. وبالنسبه لضوء الطريق راه كيشاري بحال هكا ضوء ازرق تيكون مجهد كما. دابا انا نرجعو للمثال ديال المشاريع. مثلا ملي ندوز المشاريع شنو كيوقع؟ لاحظتوا معايا شنو كيوقع؟ كيشعلوا واحد البانيل اللور باش كيبينوا ليا بلي رانا راجع المشاريع. هاد المشاريع هذا ماشي كاع الطوموبيلات كيكونوا فيهم جوج بلاط ديال المشاريع، لا كاين اللي تتكون ديال اليمين. المهم البوزيسيون الصحيحه ديال البلاط المشاريع هي اليمين. علاش؟ باش كتضوي ليا على الحاشيه اللي تيجي فيها الطريطوار اللي هي اليمين بطبيعه الحال، باش تبين ليا الطريطوار اللي كنقدر انا نرجع عليه في المشاريع. البوله ديال المشاريع كتكون في الاصل في اليمين او اللي فيهم بجوج، والبوله ديال ضوء الضبابه الخلفيه كتكون يا اما اليسار يا اما فيهم بجوج. فهم؟ هذه هي القضيه اللي خصكم تعرفوا. كنتمنى يكون هذا الشرح هذا فادكم مزيان، عرفتوا الفرق ما بين كل ضوء وفهمتوا هذه القضيه هذه ديال 30 متر. وراه انطلاقا من هاد الشيء هذا غادي نحاولوا نجاوبوا على الاسئله الاخرى اللي غادي يجيو ان شاء الله، غادي نحاولوا نتطرقوا فيهم لهاد المساله هذه ديال الضوء، نحاولوا نركزوا مزيان. ومره غادي نعاود نرجع لهذا المثال هذا باش نعاود نزيد نشرح لكم اكثر. فهمنا؟ يعني انا هنايا اشنو بغيتكم تستافدوا منايا في هذا الفيديو هذا بالضبط؟ اللي بغيتكم تركزوا عليه هو كل ضوء والرمز ديالو. ضوء الوضع اللي هو فيوز، الرمز ديال ضوء التقابل تيجي بالخضر تيشوف لتحت اللي هو الكود، الرمز ديال ضوء الطريق اللي هو الفار متى تيخدم وفين تيجي، الرمز ديال ضوء الضبابة الأمامية تيكون في الخضر تكون عليه واحد الموجة بحال هكا، الرمز ديال ضوء الضبابة الخلفية تيكون في الليموني، وراه هنا فين تيكون. تفهمنا؟ هذا هو البلان. انطلاقا من هذا الشرح هذا واخا تيبان شوية معقد، حاولوا تربطوه مع الصور اللي كاينين هكا غادي تقدروا تشدوه احسن من الا كنا دايرين غير خطاطة. الا كنا درنا على شكل خطاطة فيقدر ما يتشد لكم شتات وتيبقى ديما ديك العلامة ديال الاستفهام ديال ضوء الضبابة فين كاين، ضوء التقابل فين كاين، ضوء الفيوز فين كيدير. تفهمنا؟ يعني حنا هنايا حاولنا نبينو كل ضوء بوحدو وكل ضوء نشرحوه بوحدو وفين تيكون وكيفاش كيبان. هذا كيبقى مثال بطبيعة الحال، يعني راه قلنا كل طوموبيل كيختلف الضوء ديالها على الاخرى. المهم نتوما حاولوا تاخذوا غير المفيد من هذا الفيديو هذا، وانطلاقا من السلاسل اللي جايين غادي نقدر نتعلموا ولا نعرفوا كل ضوء وامتى تيخدم بالضبط وكيفاش نعرفوا نجاوبوا على الاسئله ديال الضوء بصفه عامه. مره قلت لكم غادي نعاودوا نرجعوا على المثال هذا باش نحاولوا نشرحوا مزيان في نفس الوقت مع السلاسل ديالو. الى هنا تنتهي رحلتنا، الى اللقاء في حلقه جديده ان شاء الله.